لسه مبتدئه وعندك مناسبه ونفسك تعملي حاجه حلوه، مفيش اسهل من الحاجه اللي هنعملها النهارده. الكيك ده سهل جدا، وكمان الكريمه سهله جدا وهنعملها بطريقه حصري، وهنضيف لها اضافه هتخليها في حته تانية. واول حاجه معانا كوبايتين من الدقيق، ونزلنا عليهم بنص كوبايه من الكاكاو ونخلينهم بالشكل ده. هننزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا، وما ننساش نضيف معلقه كبيره من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. هنيجي في الخلاط هنضيف كوبايه ونص من السكر، عليهم 3 بيضات كبار، ولو صغيرين هيبقوا 4 بيضات، وهنحط كمان معلقتين كبار من الخل، وكمان هنضيف ذرة من الملح، وهنضربهم كويس. بعدين هننزل عليهم بالخليط الجاف اللي احنا عاملينه، وهنقلبهم كويس قوي لحد اما الدقيق يختفي عندي تماما. بعدين هنحضر حاجة ينفع نحطها على النار، وهنضيف لها كوباية من المية، عليهم نص كوباية من الزيت، ونرفعهم على النار لحد ما يغلوا معايا. اول ما يغلوا هبتدي انزل بيهم على الخليط بتاعي اللي انا عاملاه، وهنقلب كده على طول وبسرعة علشان خاطر يمتزج معايا وخلاص، وكل حاجة تمتزج مع بعض. اكون مجهزة معايا الصينية اللي هنحط فيها، وهنكون دهنينها اي مادة دهنية، وهنغلفها بشوية من الدقيق مع الكاكاو كويس جدا، وهننزل بالخليط بتاعنا وهندخلها على الفرن، وهتطلع معانا بالشكل ده، ونسيبها بقى تبرد، وبعدين نبتدي نعمل لها الاضافه اللي هنضيفها لها. معانا 500 جرام من الحليب او اللبن، هنضيف لهم معلقه ونص من النشا، وهنضيف لهم معلقتين كبار من السكر، ما نزودش في السكر، معلقتين ممسوحين، وباكت من الفانيليا، وهنرفعهم على النار لحد ما يتقلوا معانا يبقوا مهلبيه عادي خالص. هنسيبهم يبردوا وهنجهز الكريم شانتيه عملناه مع بعض كتير وهو سهل جدا. عامه هسيب لكم المقادير على الشاشه. بعد ما عملنا الكريمه نزلنا عليهم بالمهلبيه اللي احنا لسه عاملينها، وكمان هننزل عليهم بجناش من الشوكولاته. مفيش جناش من الشوكولاته، ننزل بكاكاو عادي خالص. الجناش بنعمله بشوكولاته ولبن فبيتحول معانا لجناش. اصبحت معانا كريمه غنيه جدا، طعمها في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم وهتعتمدوها في كل وصفاتكم. وحطيت الكريمه بتاعتي في كيس حلواني وقمع الشكل اللي انتوا شايفينه اللي انا عملت بيه ده. ممكن ما تحطوش قمع خالص، مفيش مشكله، زي ما تحبي القمع اللي تفضليه ممكن تحطيه برضو. وبعدين هنبتدي نعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو متصورش بس هو موضح ليكم. بعدها بمعلقه او شوكه بشكل عشوائي كده، نفس الجناش اللي احنا عملنا منه في الكريمه، هنبتدي ناخد كده خطوط عشوائي بالشكل ده، هتطلع معانا في منتهى الجمال. كمان بشرت شوكولاته كده على الوش، حطيتها بشكل عشوائي تماما، فالشكل طالع في منتهى الجمال بالظبط زي ما يكون متستف، وهو كلها عشوائية خالص. كمان الكريمة اللي عملناها في منتهى الجمال، مش بس تنفع للتورت والجاتوهات والحلويات، كمان تنفع حاجة تانية هتعرفوها في الفيديو اللي جاي. واتمنى اكون قدرت افيدكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.